السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم متابعاتي الغاليات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله بتنال اعجابكم. تابعوني للاخر عشان تشوفوا شو هي الوصفة وكيف طلعت النتيجة معايا. اليوم راح اعمل معاكم البيتزا بطريقة كتير سهلة، وهذا الوصفة طبعا كتير بحبوها الصغار والكبار. يعني لو زهقت برمضان من الطبيخ المسبك وزهقت من الصواني والطواجن، الوصفة هذه إليك عشان تغيري من الطبيخ. أول حاجة عندي جبت طنجرة كبيرة وحطيت فيها مجين حليب دافي. الحليب هذا طبعا حليب بودرة. بدفي شوية مية، بدفي مجين كبار مية وبحط عليهم 4 معالق حليب بودرة. بعد هيك حطيت الخميرة ودوبت الخميرة كتير منيح. قبل هيك كنا نحط الخميرة على الطحين، ولكن لما نحط الخميرة على الحليب بنضمن انه الخميرة تدوب منيح كمان، والخميرة بتتخمر وبتتفاعل منيح، وبنشوف نوعية الخميرة اذا كويسة ولا لا. بعد هيك حطيت عندي بيضتين كبار البياض مع الصفار، وحطيت 3 معالق خل عنب، خل ابيض. يعني حطيت 3 معالق كبار. يعني حطيت الحليب وحطيت الخميرة وحطيت بيض وحطيت خل. وطبعا الخل والبيض والخميرة مواد رافعة كلها. حطيت رشة ملح وحطيت نص كاسة زيت نباتي. لازم الزيت النباتي او السيرج يكون ملوش طعم وما يكونش لونه غامق كتير عشان ما يأثرش معي على الوصفة. بضربهم كلهم منيح بالمضرب اليدوي. بس بدي ادوب الخميرة منيح واعمل البيض منيح، ادمجه مع المكون السائل. يا ريت تحطوا لي اللايك وما تنسوش بتعليقاتكم الحلوة، وتعملوا مشاركات كبير على المجموعات ولأصدقائكم عشان تزيد عدد المشتركين عندي ويشوف الفيديو اكبر عدد ممكن. بعد هيك حطيت سكر. حطيت تقريبا معلقتين سكر او 3 معالق حسب ما انتوا بتحبوا قديش تحطوا سكر. السكر بس عشان يساعد الخميرة انها تتفاعل. بجوب تاني كنت منخلة طحين. حابدأ انزل الطحين عندي بالتدريج. طبعا الطحين نخلته مرة او مرتين. لازم تنخلوا الطحين منيح. اي معجنات او نوع بسكوت لازم ننخل الطحين مرة او مرتين عشان يساعد انه يدخل الهواء. كمان يكون الطحين منخول منيح، ما يكونش فيه تكتلات. بداية لما احط الطحين ببدأ اعمل بالمضرب لانه بيكون لسه سائل. بتقدروا لحد الآن انكم تغطوا الخليط السائل وتسيبوه يخمر معاكم 10 دقايق او ربع ساعة. ولكن انا بما انه الجو كان حار والخميرة تفاعلت، يعني بيكون من واضح من شكل العجينة او الخليط انه الخميرة مفعولها كويس، عشان هيك ضليتني اشتغل فيها. بعد هيك زودت عليها شوية مية. تقريبا انا هحتاج سوائل زي ما قلت لكم. عندي مجين كبار حليب سائل حطيت، لازم يكون دافي ما يكونش سخن كتير. وبعد هيك سخنت كمان شوية مية وحطيت تقريبا مج كبير مية. هيك بيكون عندي السوائل او نسبة السوائل 3 مجات كبار من مجات النسكافيه الكبيرة. حطيت اول حاجة الطحين وحركته شوية مع السائل. بعد هيك ضفت عليه المية وحركته منيح. وبعدين حطيت شوية خل، حسيت انها محتاجة شوية خل وشوية خميرة. عشان طبعا انا محتاجاها انها تتخمر بسرعة وبديش استنى عليها. بتقدروا انكم ما تضيفوش الخل والخميرة اللي حطيتهم بالاخر وتستنوا انها تتخمر براحتها. بعد هيك ببدأ ازود الطحين عشان نبلش عجن فيها.
اكتبوا لي بالتعليقات لو انتوا بتعملوا عجينة البيتزا بمقادير او بتعملوها بدون مقادير. صراحة انا بعملها اغلب الاوقات بعملها بدون مقادير، بحسها يعني اسهل ما اني امسك بالمقدار، ولكن انا بعملكم اياها بمقادير عشان تكون سهلة عليكم انكم تعملوها بالمقادير. انا بعملها بالنظر او بالعين، بشوف قديش هي محتاجة. زي ما شفتوني زودت خميرة وزودت خل وكمان زودت شوية مية دافية، يعني بعملها بالعين. وبالنهاية بكتب لكم قديش حطيت فيها سوائل وقديش حطيت فيها خميرة وحطيت فيها مكونات. بعد هيك زي ما قلت لكم ببدأ ازود الطحين بالتدريج، ومش هستخدم كمية الطحين كلها، يعني حسب نوعية الطحين كمان وحسب قديش انا حطيت سوائل. اول حاجة بالمعلقة الخشب بشكل دائري كأني يعني بشتغل على عجان، ببدأ احركها بشكل دائري. بعد هيك لما تقسى معي العجينة ببدأ برضو بشكل دائري بايدي ادخل الطحين على العجينة كله عشان يتشرب كل السوائل. طبعا ايد بتحط الطحين وايد بتخلط او ايد بتعجن. شايفين طريقة العجن كأني بشتغل على عجان. بعد هيك بلم العجينة كلها، ولازم العجينة تكون طرية. لو كانت العجينة قاسية معاك راح تغلبك في التشكيل، وكمان راح تشوفي صعوبة، او كمان راح تغلبك راح تغلبك وهي بتتخمر وتاخد وقت كبير بالتخمير. عشان هيك عجينة البيتزا لازم تكون عجينة لينة، تكون عجينة طرية مش متماسكة. بعد ما عجنتها منيح بشوية زيت نباتي، تقريبا 3 معالق زيت نباتي، وبتقدروا تحطوا كمان زيت زيتون لو موجود. وببدأ أعجنها بهذه الطريقة عشان كمان تكون طرية معاي أكتر وتكون معاي ملسة، ما تكونش متكتلة. طبعا هذه العجينة اللي أنا عملتها معاكم بتطلع لك كمية كتير حلوة، كمية كبيرة بتكفي لعيلة كبيرة. تابعون لآخر الفيديو عشان تشوفوا كمية البيتزا اللي طلعت معايا وشكل البيتزا وشو هنحشي البيتزا. طبعا الحشوة رح تكون كتير بسيطة عشان ما تكونش البيتزا مكلفة. زي ما عودتكم انا لما بعمل بيتزا او بعمل حاجات ما بتكونش مكلفة كتير. احيانا بعمل حاجات بتكون مكلفة، ولكن اغلب الوصفات اللي بنزلها على قناتي بتكون تكلفتها عادية. بعد هيك انا ان شاء الله راح اعمل الحشو واجهز الحشو. سبتها تتخمر عندي الذرة، وطبعا سلقته شوية تقريبا دقيقتين في مية مغلية. بعد هيك بدي انزل النجانق، وتسألوني ليش نزلت النجانق في المية المغلية. النجانق بيكون فيه نوعا ما صبغات وبيكون فيه مادة دهنية، عشان هيك انا بعطيه غلوتين في المية عشان ينزل الصبغة وينزل يخفف عندي المادة الدهنية. شايفين كيف لون النجانق فتح معايا، وكمان عشان ينطبخ شوية ويتعقم معاي بالمية المغلية. غليت النجانق، والنجانق تقريبا اخد معايا 5 دقايق. وزي ما شفتوا بالفيديو كمان كنت محضرة الجبنة اللي بدي احطها على وجه البيتزا. وهلقيت بدي اجهز صوص البيتزا. صوص البيتزا عبارة عن شفتوا تسبيكة الصلصة او تسبيكة البندورة اللي عملتها معاكم في القناة. راح احط لكم ان شاء الله رابط الوصفة في اول تعليق مثبت. حطيت كمان تومة كمان من اللي عملتها معاكم في القناة كيف تخزين التومة، وهحط لكم ان شاء الله كمان الرابط في اول تعليق مثبت. يعني اول تعليقين هحط لكم الصلصة واحط لكم التومة. حطيت عندي بقلاية على النار معلقتين زيت نباتي، ونزلت عليهم بمعلقة تومة مهروسة كبيرة، والتومة اخدت تحمير شوي. شايفين كيف شكل عجينة البيتزا. بديها طبعا البوكس اللي بالنص عشان ننزل الهواء او نفرغ الهواء منها، وبلمها تاني وبطلعها من الطنجرة. نرجع تاني لصوص البيتزا. عندي 3 معالق زيت نباتي
كبار، حطيتهم في قلاية على النار وسخنت القلاية. نزلت بمعلقة تومة مهروسة كبيرة، والتومة بتعطي نكهة كتير طيبة للبيتزا. وحطيت كمان بعد ما تحمرت عندي التومة أخدت لون أشقر، كنت عندي مطلعة باكيتين من صلصة البندورة اللي عملتها معاك، وطبعا صفتها منيح، صفتها من القشر لأن الصلصة ما بصفيهاش. في وصفات بتحتاج إنك تصفيها، وصفات ما بتحتاج. عندي البيتزا صفيتها منيح من القشر والبذر، وغليتها. بعد هيك نزلت عليها بالزيت، أخدت غلوتين، شوية ملح وشوية سكر عشان يعادل الحموضة. وبعد هيك بطفي عليها النار، وبهيك بكون حضرت الجبنة، وحضرت كمان صوص البيتزا. شايفين كيف شكل العجينة عندي ملسة، ومش هتغلبني بالفرد كتير. بقطع العجينة حسب ما أنا بدي كيف تكون حجم البيتزا عندي، إذا بدي إياها كبيرة أو بدي إياها تكون ميني بيتزا أو بدي إياها تكون قطعة وسط، حسب ما أنتوا بتحبوا. أنا هنا عشان الوقت عملتها كبيرة، بدي أعملها قطعة كبيرة. قطعت تقريبا 5 قطع كبيرة، بتقدروا انتوا تقطعوها 6 أو 7 كمان قطع حسب ما انتوا بتحبوا حجم القطع. هنا عندي صينية، طبعا قلبت الصينية الخشب عشان ارجع عليها، حطيت رشة طحين خفيفة، ما بكترش طحين وانا بفرد عشان برضو ما تقساش معاي البيتزا. وببدأ افردها بهذا الشكل. ممكن تلاحظوا انه اول قطعة تغلبكوا بالفرد، لكن بعد هيك بعد ما تسيبيها ترتاح ما بتغلبش بالفرد. انا هنا بصراحة غلبتني بالفرد لانه المكان اللي بشتغل فيه ضيق مش واسع، فمش عارفة اتحرك منيح. زي ما انتم شايفين حاطة العجينة، وكمان حاطة الجوال، وحاطة الصينية اللي بدي افرد عليها العجينة، فالمكان ضيق كتير، مش عارفة اتحرك وافرد العجينة. ولكن العجينة ملسة وطرية وكتير ما غلبتنيش بالفرد. بعد هيك اجيب الصينية وشوية زيت نباتي، بديش اكتر، وبالفرشاية بدي افردها على كل الصينية، بحط العجينة وبكمل فرد على الصينية. صراحة هذه الوصفة عملتها انا برمضان، وما كانش إلي نصيب او ما كانش وقت اني انزلها، عشان هيك نزلت لكم اياها هالقيت. وكمان بتقدروا تعملوها لوقت الامتحانات لاولادكم عشان يفطروا، كمان عشان ياكلوا هم بدرسوا للامتحانات، لانهم كمان بحبوا المعجنات وبحبوا هذه الاشياء كتير. فردتها طبعا منيح، ولكن بدي اضغط عليها شوي باطراف اصابعي عشان اكمل فرد، وبدي اياها تكون بالشكل المدور، بديش اعملها شكل الصينية، لا حابة تكون اليوم شكلها مدور. ونقطعها مثلثات زي البيتزا الجاهزة اللي بنجيبها من المطاعم. لكن هنا انا غلطت غلطة الصراحة، كانت الصينية صغيرة وما فردتش العجينة منيح، طلعت معي خميلة شوية. لو حطيتها صينية اكبر وكمان ضغطت عليها شوية وفردتها كان طلع سمكها كويس. المهم انها استوت وما كانتش معي معجنة، حتى لو انها خميلة شوية ما كانتش معي معجنة، وكانت مستوية وكتير كانت طيبة. طلع عندي صينيتين خمال و3 صواني سمكهم كويس رفيع. صراحة انا ما بحبش الرفيعة الكتير، بحب تكون وسط، لا هي خميلة ولا هي رفيعة. زي ما شفتوا باطراف اصابع على الداير حطيت بس عشان يعطيها شكل، وعشان كمان نزينها بالسمسم وبالشوكة طبعا عشان ما تنفخش معايا كتير، بعملها بالشوكة. زي ما شفتوا كيف شكلتها باطراف اصابعي، وبعد هيك بنخزها بالشوكة عشان ما يطلعش الهواء. وبعد هيك ببدأ اسكب عليها صوص البيتزا. يفضل صوص البيتزا يكون بارد، ولكن زي ما قلت لكم انا عملتها بسرعة وكنت مستعجلة، ما سبتهاش تخمر كتير، وكمان ما سبتش صوص، يعني هو بصراحة ما بأثرش صوص البيتزا لو كان بارد او سخن كتير،
ولكن الأحسن إنه يكون بارد. رجعت ضغطت عليها بأصابعي عشان الشكل يضل مرسوم منيح. يا ريت اللي وصلت معايا لهذا التوقيت من الفيديو أو هذا المقطع من الفيديو ما تنسى تنزل تحط لي اللايك، وما تنسوني بتعليقاتكم حلوة ومشاركات كتير عشان يصل الفيديو لأكبر عدد ممكن. الصراحة اللايك بيفرق كتير بالفيديو، يعني لو زودتوا كتير لايكات الفيديو بنعرض أكتر على اليوتيوب. بعد هيك مسحتها بشوية زيت نباتي طبعا الأطراف، وحطيت عليها سمسم. هين لقيت انه السمسم بلزقش منيح مع الزيت النباتي، لما فردت العجين التاني او القطعة التانية، بعد ما بدل ما احط عليها زيت نباتي حطيت عليها حليب سائل زي ما بنحط على وجه الفينو والمعجنات. الحليب السائل بيلزق اكتر كمان وبيساعد انها تتحمر ويكون لونها ذهبي وحلو. بكترش من صوص البيتزا، مجرد اني بس افرد العجينة بصوص البيتزا، ما يكونش طبقة سميكة. حطيت النجانق طبعا سلقته، ما سلقتوش كتير يعني اخذ غلوتين 3 وسبته يبرد على الاخر. قطعته بهذا الشكل وبدأت ارصه بالشكل الدائري عشان تكون قطعة البيتزا كلها عليها نجانق. بتقدروا تفردوا العجينة على الصينية كلها يعني وتكون مربعة وتقطعوها قطع تكون مربعة، ولكن أنا حبيت يكون شكلها دائري وقطعها قطع مثلثات زي البيتزا الجاهزة اللي بنشتريها. طبعا زي ما بتحبوا بتكتروا نجانق أو بتقللوا حسب ما انتوا بتحبوا. وكمان بتقدروا تغيروا الحشو، لو حابين تحطوا صدر دجاج ممكن تحطوا، لو حابين تحطوا خضار وجبنة كمان بتطلع كتير زاكية. الحشو حسب رغبتكم، والتزيين كمان حسب ما انتوا ايش بتحبوا تزينوا. ممكن كمان تضيفوا فطر او مشروم، كله بيرجع الكم الحشوة. انا اعطيتكم العجينة وكمان طريقة الفرد، وانتوا كمان بتقدروا تعملوا زي ما انتوا بتحبوا. بعد هيك عندي فليفلة خضراء باردة طبعا ما بتحرقش، قطعتها على شكل هلال وفردتها على وجه البيتزا، وحطيت الذرة كمان. الذرة كتير كتير زاكية على البيتزا. لو موجود فطر كمان كان حطيت فطر، لانه الفطر مع الذرة مع النجانق كتير بيطلع طعمه زاكي، ولكن مش موجود. ان شاء الله المرة الجاية اللي عملت بيتزا هعملها ان شاء الله واحط عليها فطر. بعد هيك شايفين الجبنة، هذه الجبنة عملتها على الخلاط. بعد ما عملتها على الخلاط طبختها طبعا جبنة هذه مطبوخة عشان احطها على وجه البيتزا. المفروض ان جبت بزازة علبة زي تاعة الكاتشب او تاعة المايونيز، وحطيت الجبنة فيها وفردتها على البيتزا. كان هيك اسهل علي من اني احطها بالمعلقة، يعني كان الفردت اكتر. تابعوا معي الفيديو عشان تشوفوا كمان كيف فردت الجبنة بطريقة اسهل من هيك. بدل ما احطها على وجه البيتزا حطيت صوص البيتزا، بعدين حطيت الجبنة، وهيك كمان تطلع مفرودة على كل قطعة البيتزا. طبعا بداية ما فردت العجينة بديت افردها كنت محمية الفرن على درجة حرارة وسط لو فرنك غاز. اما لو فرنك كهربائي بتحطيها على درجة 180 من فوق ومن تحت. بخبزها بالاول من تحت، بحمرها وبخبزها منيح، بعد هيك بنزلها بحمر وجهها. شايفين شكل العجينة لما بديت افرد القطعة التانية كيف تفرد معي بسهولة؟ طبعا لانها ارتاحت وتخمرت. بفرد العجينة التانية بنفس الطريقة، وبدي اعملها برضو التانية على شكل مدور. طبعا ما غلبتنيش بالفرد زي الاولى، انفردت معاي بكل سهولة. بجيب صينية وبدهنها بزيت نباتي وما بكترش زيت نباتي، ونفس الخطوات عملتها بالقطعة الاولى راح اعملها بالقطعة التانية، ولكن هعمل فيها تغييرات بسيطة شوية عشان الجبنة طبعا تكون موزعة معاي منيح على كل البيتزا.
بدهن الصينية شوية زيت، بحط البيتزا وكمان بفردها بأطراف أصابع، وهذه الخطوة مهمة كتير عشان لو فيها هواء أطلع الهواء، وكمان عشان يكون شكلها مدور وحلو. بضغط عليها منيح بأطراف أصابعي، بشكلها زي ما شكلت البيتزا اللي قبليها. بضغط عليها منيح، بضغط عليها منيح بأطراف أصابع عشان يضل الشكل وما يروحش مع التخمير، لأنه لو ضغطت عليها شوية وسبت العجينة تتخمر بروح الشكل اللي أنا عملته على أطراف البيتزا. بعد هيك بالشوكة طبعا قلنا عشان نطلع كل الهواء منها. طبعا ما بجهز هذه القطعة إلا هي اللي بالفرن، بتكون طبعا جاهزة وبتكون مخبوزة من تحت. بنزلها عشان تتحمر من الوجه، وبحط هذا على الطبقة فوق. عندي هين حليب، حطيت معلقتين حليب وشوية مية، وبدي أدهن كل أطراف البيتزا عشان أحط عليها السمسم. طبعا أنا بالأول حطيت على النص، غلطت طبعا وحطيت على نص البيتزا، ولكن بأسرش بتقدروا انتوا تحطوا كمان على وجه البيتزا من النص، برضو بعطيها تحميري ولون ذهبي حلو. بكترش طبعا حطيت على الأطراف بس عشان يلزق عندي السمسم، وكمان عشان تاخد لون ذهبي حلو. هذه طبعا حطيت عليها حبة البركة أو الحب السودا. لو مش حابين تحطوا حبة البركة بتقدروا تحطوا بس السمسم، ولكن حبة البركة كتير طيبة وكمان فيها فوائد كتير. حطيت نص حبة بركة والنص التاني حطيته سمسم. إن كانت بردت معايا الصلصة أو كان برد معايا صوص البيتزا، بحط من صوص البيتزا وبفرده بشكل دائري عشان يتوزع منيح على كل البيتزا. بعد هيك الجبنة، هنا أنا غيرت وحطيت الجبنة فوق الصوص مباشرة عشان يكون سهل علي. حبيت يعني أحطه فوق الصوص عشان أخلطه مع الصوص وأفرده منيح، ويكون سهل علي بالفرد إنه أفرده على كل الجبن، على كل عفوا البيتزا، يعني قطعة البيتزا كلها يكون عليها جبنة. حبيت أجرب الجهتين، إن أحط الجبنة على وجه البيتزا وأحط الجبنة فوق الصوص، وبتقدروا كمان تحطوه على فوق الصوص وكمان وتحطوه على وجه البيتزا لو بتحبوا إنه البيتزا تكون ملانة جبنة. بعد هيك حطيت عندي الذرة، وكترت طبعا على هذه القطعة ذرة، حبيت تكون عليها ذرة كتير، وحطيت الفليفلة. حطيت الفليفلة، وبتقدروا كمان تضيفوا بندورة وقطعوها مكعبات صغيرة عشان طبعا تستوي وتدوب معاكم. وهين حطيت النجانق على الوجه. هذه طبعا لما خبزتها كانت كتير منظرها حلو، وكمان كانت الجبنة دايبة فيها وكانت طيبة كتير. وعندي هنا النجانق كان متحمر شوية. طعم النجانق لما تحمر شوي اختلف عن القطعة اللي أنا عملتها قبل لما كانت الجبنة على الوجه. والتنتين طبعا أذكى من بعض، جربوها بالطريقتين إن شاء الله راح تحبوها. كترت عليها طبعا هذه فليفل ونجانق، وكترت كمان عليها جبنة، وحطت على الوجه كمان شوية سمسم. يعني هذا القطعة توصيت فيها كتير، وكمان طلعت كتير زاكية. شايفين ما أحلى شكلها، وكيف حبة البركة معطيها لون ومعطيها كمان طعم كتير زاكي.
يا ريت لو عجبكم شكل البيتزا ما تنسوني باللايك وتنسوني بالمشاركة. طبعا عملتها بصينية كبيرة، وهلقيت بدنا نقطعها على شكل مثلثات. بقسمها من النص، بقسمها لأرباع، ولو حابة اني كمان اصغرها اكتر ممكن المثلث اني اقسمه لاتنين من النص، لو يعني بدي اعطيها لصغار. لانها القطعة بصراحة ارباع القطعة بتكون كبيرة. شايفين حجم القطعة قديش؟ القطعة كبيرة. ممكن كمان اني اقسمها وتصير مثلثين لو بدي اعطيها للصغار. شايفين كيف العجينة مستوية؟ كمان هذه العجينة. والسلام عليكم.